يا مساء الفل والجمال، اهلا وسهلا بيكو. معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة بقى اكيد مكملين في قوانين القوة اللي بدأناها، وهنبدأ النهاردة من القانون 31. هات يلا ورقة وقلم ويلا بينا. القانون 31: سيطر على الخيارات، خلي الناس تلعب على ملعبك. تخيل معايا تاجر شاطر جدا داخل صفقة كبيرة، قدام المشتري بيعرض خيارين: يا تاخد العرض ده دلوقتي يا تخسره للأبد. بس الحقيقة ان الاختيارين الاتنين لصالحه هو. ده مش حظ، دي قوة. القانون ده بيقولك سيطر على الخيارات اللي بتعرضها، خلي الناس تحس ان هم احرار في القرار، بس في الحقيقة هم بيلعبوا جوه حدودك. القانون 32: العب على احلام الناس. في زمن الفقر طلع راجل اسمه صانع المعجزات، كان بيبيع للناس أمل مش حقيقة، والمفاجأة إن الناس كانوا بيدفعوا له بإرادتهم. القانون ده بيقولك إن الناس مش بتدور على الحقيقة، الناس بتدور على الحلم، واللي يعرف يوصل للحلم ده هو اللي بيقود الباقيين. القانون 33: اكتشف نقطة ضعف كل إنسان. كان في محارب دايما بيكسب معركة، مش لأنه الأقوى، لكن لأنه كان بيعرف خصمه بيخاف من إيه. كان بيكسب قبل ما يضرب أصلا. كل إنسان عنده زرار خفي، نقطة ضعف يعني، ولو عرفته تقدر تحركه وقت ما تحب، بس استخدمها بحكمة، لأن القوة من غير رحمة بتتحول لطغيان. في النهاية في لعبة القوة مش دايما الكلمة العليا للأقوى، أحيانا بتكون للأهدى والأذكى، واللي بيعرف يتحكم في رد فعله قبل ما يرد على غيره. افهم الناس بس ما تستغلهمش، سيطر على الموقف بس من غير ما تفقد إنسانيتك، لأن أقوى لاعب هو اللي فاهم إن القوة مش بس في السيطرة، القوة في التوازن. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.